بيتعرض نقار الخشب أثناء نقره للشجر إلى صدمة كبيرة، ومع ذلك مش بيحصل له أي إصابات، وده لأنه عنده آليتين لامتصاص هذه الصدمة. الأولى هي الأنسجة الليفية الواصلة بين الجمجمة والمنقار واللي بتخفف من حدة الصدمة، والتانية هي لسان الطائر. بيدور اللسان داخل الجمجمة ليتصل مع مقدمة الطائر. العملية الميكانيكية دي بتساهم في تخفيف الصدمة الناتجة عن كل نقرة. لما بيبدأ الطائر في النقر بينتظم الرأس والمنقار في خط مستقيم تماما، فأي انحراف بسيط بيؤدي إلى تمزق في الدماغ. الطرقات المستمرة اللي بيعملها نقار الخشب تشبه ضرب الرأس في حائط إسمنتي. تتصل عظام الجمجمة عند معظم الطيور ببعضها، إلا إن منقار وجمجمة نقار الخشب منفصلان عن بعضهما بأنسجة إسفنجية تمتص الصدمات الناتجة عن عملية النقر.